بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وأحداث دوري 16 من كأس العراق. القوة الجوية يضيف فريق القاسم في مباراة رد الدين، في مباراة الثار بعد الإطاحة بالصقور في بطولة الدوري. القاسم يعود مرة أخرى على ملعب الشعب ليواجه القوة الجوية تحت إمرة وقيادة الحكم الدولي واثق محمد. بداية دوري 16 بمفاجأة كبيرة، الزعيم يغادر من الجنوب أمام الميناء الذي عاد ليتوهج مرة أخرى لتعود سفينتهم جارفة مع السوري حسام السيد. هنا أيها الأحبة أيها المتابعون، طاقم تحكيم المباراة يقوده السيد واثق محمد، أكرم علي مع محمد جاسم، مساعدين أحمد جمعة، علي أحمد شاكر. هنالك في غرفة الفار أيضا أحمد وعلي أحمد شاكر، لأن أحمد جمعة حكما رابعا في هذه المواجهة. خيارات السيد لؤي صلاح في هذه المباراة، الذي سيبدأ بمحمد رحيم في حراسة المرمى، مصطفى سعدون، رسلان حنون، حمود مشعان، نارتي بولا في الدفاع، صفاء هادي، يوسف فوزي، سعد عبد الأمير في وسط الملعب، عصام الصبحي، علاء عباس ومحمد سامي في الهجوم. بينما في الجانب المقابل الحكيم أيمن الحكيم يدخل المباراة بعلي خالد في المرمى، محمد الباقر، عبد الرحمن حسين محسن، كرار فالح في ثلاثي المحور الخلفي كقلوب دفاع، مؤمن راشد، مجتبى محسن، عمار داخل، أحمد نور في وسط الملعب، الحارث مع سيف رشيد ومحمد خالد في المقدمة. 3-4-3 أو بالأحرى 5-3-2. كل هذه المسميات يمكن القول على خطة المدرب السيد أيمن الحكيم. هنا في هذه اللحظات ننتظر صافرة الحكم الدولي السيد واثق محمد. المفاجأة تحضر في هذه المباراة قبل أن نبدأ. هنا أمامكم المدرب السوري السيد أيمن الحكيم، الذي يقود نادي القاسم للتوهج، صاحب 65 سنة، مواليد 24 من ديسمبر 59 في سوريا دمشق، في ثاني تجربة في العراق مع أندية النجوم في دوري نجوم العراق، سابقا دوري النخبة العراقي حيث كان مدربا لدهوك، واليوم يتواجد للموسم الثاني مع نادي القاسم. الصقور التي تتعاهد اليوم، هل نراها بشراسة صقر العقاب أن نشاهد القوة الجوية حاضرة مرة أخرى، لأن هذا الفريق له أجواءه الخاصة في بطولة الكأس؟ وهنا مخرج المباراة يذهب على صاحب هدف الانتصار في بطولة الدوري في مرحلة الذهاب، حينما تنحى القوة الجوية عن المقدمة بعد سلسلة من الخيبات، بعد خسارة أمام الزوراء، تأتيها خسارة أمام الشرطة أيضا، وخسارة أمام القاسم. وهنا الصقر السابق نجم مباراة الذهاب في بطولة الدوري يراه الجميع بأنه قادر على الصمود مرة أخرى في لا مفاجآت أمام القوة الجوية بالنسبة لنادي القاسم الذي انتصر على الزوراء وعلى القوة الجوية في بطولة الدوري. على بركة الله تأتي صافرة الدولي السيد واثق محمد تعلن عن بداية هذه المباراة. القوة الجوية بالألوان الزرقاء على اليمين، والقاسم بالألوان البيضاء الموشحة باللون السمائي على اليسار. وفي انتظار نتيجة المباراة في شوطها الأول، مع شوط نتمنى أن نراه فيه كرة القدم الجميلة التي يقدمها نادي القاسم، والشكل الذي غاب طويلا عن القوة الجوية. العماني عصام الصبحي دون الكرة العمانية القادم نادي الشباب مع نادي القوة الجوية أمامك على الشاشة. وهنا رمية جانبية لصالح محمد الباقر، عبد الرحمن، الكرة التي ستنفذ، ولؤي صلاح الذي يبحث عن أول ألقابه في بطولة الكأس، المدرب الجوي الزوراء الأربيلي كما تسميه. هنا يتواجد لؤي في موسم، يأتي لؤي خلفا للمدرب القطري السيد وسام رزق. هنا كرة تلعب مصطفى سعدون، تمريرة خاطئة لكن تعود إلى مصطفى الذي يتقدم في هذه الكرة، يبحث عن عرضية، تعود المحاولة لصالح القوى الجوية. فوزي يوسف يحاول يلعبها ضعيفة، يوسف فوزي، وتمر على الجميع في بداية هادئة بالنسبة لنادي القاسم، واندفاع كبير من لاعبي القوة الجوية نحو الأمام. صفاء هادي يمرر إلى سعد، سعد يستلم كرة في وسط الملعب، عبد الأمير بالخبرة يحاول، قائد الفريق الكابتن يحاول في هذه اللحظات لكنها خاطئة. يتقدم الحارث، يذهب الحارث إلى الأمام، السهم الأبيض يتقدم إلى الشباك، الأسد الذي يتواجد على قمة هداف الفريق يمرر إلى عمار، وكرة عمار إلى خارج أرضية الملعب. هنا تذهب
إلى ضربة مرمى لصالح لاعبي نادي القاسم، وأحمد نور الواضح أمامك عزيزي المشاهد هو الذي سدد، الذي يتواجد كمحور ارتكاز حسب توظيف المدرب السوري أيمن الحكيم. لذلك 6 لاعبين لديهم أدوار محورية ما بين الوسط المحور وما بين محور الدفاع، ولاعبين على الأطراف للمساندة، قفل المناطق على لاعبي القوة الجوية، وبالتالي الحل والكرات الأرضية منتظرة من لاعبي القوة الجوية في هكذا إغلاق للمناطق وعدم الاعتماد على الكرات العرضية. محاولة وكرة تلعب في قلوب الدفاع، رسلان حنون يلعب كرة باتجاه سعد، العائد إلى الخلف قليلا، عبد الأمير الذي يحاول يلعب الكرة إلى الأمام، عملية التقدم، وهنا الكرة التي تلعب ونارتي بولو، الكرة لا تصل إلى مدافع اليسار، على عباس قطع الكرة، يحاول على عملية المرور، على يلعبها عالية والكرة تمر إلى أحضان حارس المرمى الحارس علي خالد. هنا علي يعمل تهدئة واستلام في نفس التوقيت، وبالتالي الأمور جيدة. علي خالد وكرار فالح الذي يطلب من لاعبيه التقدم إلى الأمام. هنا المحاولة التي تلعب من جانب حارس المرمى علي وتذهب بالمباشر إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة مباشرة إلى رمية جانبية، هذا علي خالد أمامك وحارس مرمى نادي القاسم الواضح أمامكم. موسم مميز لنادي القاسم يشهد به الجميع. طبعا القاسم في بطولة الدوري هو في المركز السابع ب 32 نقطة وبفارق 5 عن القوة الجوية الرابع، ولديهم مباراة قريبة أيضا في مرحلة الإياب. هذه محاولة تلعب، بطولة الدوري ستعود يوم السبت. وهنا محاولة والحارث يأخذ كرة، يتقدم الآن والفرصة تصل إلى الحارث السريع المهاري، يذهب بتمريرة لكن إلى خارج أرضية الملعب. لكل شخص من اسمه نصيب، وهذا رجل له من اسمه نصيب كبير، الحارس حاتم الذي أكل الأخضر واليابس في مرحلة الذهاب مع فريق نادي القاسم. اليوم يرتدي إشارة القيادة، يعتمدون عليه كثيرا، والدولي السيد واثق محمد يعيد تنفيذ الركنية في هذه اللحظات. عيال مع الحارث الذي يتقدم، وهنا تدخل على الحارث من جانب محمد سامي وحما إيتو. هنا في هذه اللحظات يتدخل مع الحارث بقوة، وبالتالي ينجح في الجانب البدني في الحصول على ركلة مرمى. لاحظ هنا عملية التقدم واعتراض من جانب اللاعب محمد سامي بطريقة ذكية، سقط الحارث حاتم والكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، بالتالي الكرة مباشرة عند علي خالد. هنا اللقطة والعودة بكرة إلى حارس المرمى محمد رحيم، يلعب كرة في الوسط، صفاء عملية الخروج من جانب لاعب الوسط الدفاعي، في كرة تلعب على الجهة اليمنى إلى مصطفى سعدون، ممتاز الآن، يتقدم الصبحي، يذهب الصبحي، يصل عصام، والمحاولة وحسين محسن قريب، والحكم المساعد يرفع الراية يقول بأن الدولي العماني وشريك هداف بطولة كأس الخليج العربي هنالك في دولة الكويت بمسمى خليج زين، خليجي رقم 26، عصام الصبحي يقع في مصيدة التسلل التي عملها لاعبي نادي القاسم بقيادة الجوي السابق حسين محسن. هذا أمامكم عصام الصبحي ومنتخبنا الوطني لقدام اللاعبين يخوض الآن مباراة النهائية لهذه البطولة، بطولة الخليج لقدام اللاعبين أمام المنتخب العماني، وإلى الآن الأمور سلبية. وهنا الحارث حاتم، رمية جانبية من محمد الباقر عبد الرحمن، عملية مرور لكن كرة تصل إلى صفاء هادي. تحضير فريق القوة الجوية، يحاول ألا يستعجل، ألا يعطي مساحات، وبالتالي لؤي صلاح يعلم جيدا بتحركات نادي القاسم وبالطريقة التي ينتهجها المدرب السوري أيمن الحكيم الذي يدخل مباراة بولا محترف، يعني فقط في الاستمارة كريم أبو بكار في دكة الاحتياط، بينما المحترفين البقية غير موجودين في استمارة هذه المباراة. القاسم الذي يريد الوصول لأول مرة في تاريخه إلى الدور ربع النهائي، والقوة الجوية يريد أن يمارس العادة بالتأهل وعبور هذا الدور. هنا محاولة تلعب ممتازة اتجاه نارتي بولو، عملية تقدم، تغطية ممتازة، وحارس المرمى بالمباشر تصل إلى أحضان الحارس علي خالد. هنا الحارس علي خالد يلتقط الكرة ويحصل عليها بعد التدخل الذي كان في اللقطة الأخيرة من المدافع مؤمل راشد وحماية الكرة وبولو نارتي الواضح أمامكم. محاولة وكرة تلعب، تصل في وسط الملعب في أدوار دفاعية لعلاء عباس، يحاول أن لا يفتح الملعب بشكل كبير السيد لؤي صلاح
للاعبي نادي القاسم. هنا الكرة التي تصل عند صفا هذه، يوسف فوزي قريب يأخذ كرة، لاعب وسط مهاري قادم من الكرخ. في الموسم الماضي هو حصل على بطولة الكأس مع نادي الكرخ في الموسم قبل الماضي، أو لا قبل موسمين أكثر، وكان بطل على حساب الكهرباء، البطولة التي حصل فيها لؤي صلاح على الوصيف أمام فريق الكرخ في عام 22. هنا محاولة تلعب في 23. القوة الجوية بطل على حساب أربيل، وهنا للمرة الثانية عصام في مصيدة التسلل، والكرة لا زالت المساعد يحاول أن يرفع الراية لكن ينتظر الفائدة للقوة الجوية، والتدخل يأتي وسعد مرة أخرى تلعب إلى علاء وعصام، وعملية التكنيك لم تكتمل. وهنا الكرة تعود إلى علي خالد، محاولة تعود مباشرة إلى حارس المرمى، وهنا الحكم المساعد السيد محمد جاسم يرفع الراية ليعلن عن وجود عصام الصبحي في مصيدة التسلل. هل تأتي مفاجأة أخرى بعد؟ لا والله، الأمور سليم، الأمور سليم، نكون على حق. لو كان هنالك هدف لاحتسب الهدف. هنا محاولة تلعب، تقنية الفار موجودة، الجميع يعلم بذلك. هنا رسلان حنون يلعب كرة إلى سعد عبد الأمير، القائد مع كرة تلعب الآن باتجاه يوسف فوزي. الآن تحرك الصقور، انطلاق الصقر الجوي في هذه اللحظات، ونقيب القارة يبحث عن عبور في دور 16 لبطولة الكأس، وغادر بطولة دوري أبطال آسيا للفئة الثانية، والشرطة غادر بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وبالتالي لا مشاركة خارجية لفرقنا باستثناء المشاركة لإدهوك لصقر الجبال. هنا كرة تلعب وخطأ في الإبعاد، يعود للتصحيح، تعود مرة أخرى على عباس يبحث عن مساحات، وهنا كرة تصل في هذه اللحظات إلى يوسف فوزي، إضافة من مصطفى سعدون، عملية التقدم، ومصطفى يحاول يمر ممتاز في الكرات العرضية، يلعب واحدة إلى علاء وفي الشباك الخارجية علاء عباس، ومحاولة أولى حقيقية على مرمى علي خالد، وبالسلامة لعلاء عباس، بالسلامة للأباتشي التي لم تعد بقوتها التي تعرف لطائر الأباتشي. هنا جماهير القوة الجوية حاضرة تحاول أن تساند، أن تؤازر فريقها. لاحظ هنا عملية المرور، مصطفى سعدون يلعب كرة عالية وعلاء يتابع، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، لكن هنالك تدخل على علاء عباس في هذه اللقطة. لاحظ، والسقوط لعلاء خارج أرضية الملعب كان، بالتالي الأمور تمشي مع حكم المباراة، والحكم يقول استمرار اللعب. تمشي الأمور من الحكم السيد واثق محمد، والسلامات لعلاء عباس. صفا هادي يلعب كرة في وسط الملعب، تقدم لسعد ويوسف، وتغطيات مستمرة لصفا هادي في وسط الملعب بأدوار دفاعية. عصام ينطلق من خلف المدافعين، ممتازة من سعد، وهذه كرة والمحاولة والمرور، وحارس المرمى علي خالد بذكاء يلتقط الكرة من بين أقدام عصام الصبحي في انطلاقة جميلة جدا للعماني، لانطلاقة رائعة، وعلي خالد يتصدى ويحصل على الكرة. لاحظ هنا المحاولة التي لعبت عصام من دون اوفسايد، عملية المرور وعلي يتصدى للكرة. لاحظ تصدي شرعي تماما للكرة، والسقوط لعصام الصبحي، لكن هدف حارس المرمى ماذا؟ الكرة، وحصل على الكرة، وما بعد ذلك لا ينظر إليه حكم المباراة. بالتالي السقوط كان بتدخل شرعي، لكن النظرة من المخرج على هذا الرجل الذي نقل الكرة على طبق من ذهب باتجاه عصام الصبحي. سلامات عصام، ولو لم يسجل عصام، ولو لم يسجل علاء عباس، ستشاهد فريق القوى الجوية في أزمة كبيرة أمام فريق صامد، أمام فريق حقيقة بالحالة الدفاعية يلعب لك شوطين في طريقة دفاعية ولا يكل ولا يمل، لأن المدرب عامل الأشياء المناسبة لتفادي الأهداف. ولو أنه خسر خسارة مدوية في الشمال أمام متصدر الدوري زاخو ب6 مقابل. لاحظونا التدخل، وحكم المباراة لا زال يتأكد من غرفة الفيديو ما إذا كان حارس المرمى عرقل على عباس، لكن كل تدخلات الحارس أنا قرار ورأي شخصي أراها شرعية. لذلك على رؤيتي حكم المباراة سيقول حارس المرمى يبدأ عند عملية اللعب، ونستمر ونذهب لنكمل المباراة، أو إن كان هنالك خطأ فالقرار قرار حكم المباراة في الأول والأخير، والقرار والشأن لذوي الاختصاص في الأول والأخير، وأنا هنا لإيصال الحالة والفكرة بما أراه. أيمن الحكيم على الخط،
ودكتور حسن هادي المساعد أيضا يتواجد قريب من ثنائي يعمل بجد. يعني فريق نادي القاسم فريق ولد من رحم المعاناة ليأتي كفريق بأسماء شابة مدججة بالخبرة ببعض الأسماء المحترفة ويقارع الكبار في الدوري، وهذا شيء يحسب للإدارة التي تعاني ما تعانيه من عجز مالي، من عدم توفر ملعب قريب داخل المحافظة ليلعب عليه الفريق. هم لعبوا في ملعب كربلاء، لعبوا في ملعب النجف، واليوم يلعبون في الفيحاء. يعني مباراتهم القادمة في الدوري أمام النجف في ملعب الفيحاء، ورحلة شاقة ما بين البصرة وبغداد وباقي المحافظات. يعني هم قبل أن يواجهوا فريق دهوك كانوا في زاخو في المحافظة دهوك، وعادوا من شمال العراق إلى جنوب العراق، من آخر نقطة في الشمال إلى آخر نقطة في الجنوب، ولعبوا وانتصروا على فريق دهوك المشارك خارجيا أيضا. ذلك نتائج كبيرة يحقق هذا الفريق. خطأ في وسط الملعب لصالح العماني عصام الصبحي هنا في هذه اللحظات، وهنا مخرج المباراة يعيد لنا اللقطة والتدخل الذي كان من الحارث حاتم على عصام الصبحي. خطأ تكتيكي في وسط الملعب، يوسف فوزي يبحث عن منفذ ليمرر إلى مصطفى سعدون، عدم التحرك من جانب عصام الصبحي، والكرة تصل إلى سعد عبد الأمير. سعد يحاول، واحدة يا سعد هكذا يقولون، وهذه واحدة، والتقدم والتغطية الممتازة جدا من دفاعات نادي القاسم، والكرة إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات. هنا حسين محسن الصقر الجوي السابق الذي عاش سنين المجد مع القوة الجوية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، في أيام بطولة الدوري، في لاعب مميز. يعني كان مع فريق القوة الجوية، هو كان يلعب على الجهة اليمنى لفريق كان يعمل العبايل. يعني باسم قاسم الجنرال أتى مدربا للقوة الجوية من فريق الزوراء، وهو بطلا لبطولة الدوري، وحقق اللقب مع القوة الجوية، وذهب وحقق لقب بطولة الاتحاد الآسيوي على مرتين بعد أن وصل في نصف النهائي، واعتقد المباراة النهائية لغرب آسيا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. وأكمل المدرب السوري السيد حسام السيد المهمة بعد أن ذهب باسم قاسم لقيادة المنتخب الوطني. لذلك أيام جميلة مع الجنرال، أيام جميلة مع الفيلسوف أيوب ديشو. الآن يريدون العودة مع لؤي صلاح، وهذه كرة عرضية تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ركنية على يسار حارس المرمى علي خالد، ركنية لصالح الصقور، ركنية للقوة الجوية، وعتاب مع حديث مستمر في دفاعات نادي القاسم. هنا المحاولات وينتظرون هدف. فريق القوة الجوية يريد أن يقارع الظروف، يريد أن يقهر الظروف، وفريق القاسم الذي هو قاهرا للظروف. من سينتصر في هذه المباراة؟ من يكون القاهر الأكبر في هذه المواجهة؟ هنا المحاولة والكرة التي ستلعب من جانب لاعبي القوة الجوية، عرضية، والكرة تمر من جانب لاعبي القوة الجوية وتصل مرة أخرى إلى صفاء هادي. صفاء العائد من الاحتراف بعد أن كان في الدوري الإيراني مع تراكتور سازي، وأيضا هو تواجد في تجربة في روسيا مع كيريليا سيريتوف الروسي، وتواجد أيضا مع فريق الزوراء مع فريق الشرطة. صفاء لاعب مميز، بدايتها كانت من أمانة بغداد، ومدرب الدهوك السيد أحمد خلف دائما ما يقول أنا أفتخر بأن صفاء هذه أحد اكتشافاتي، وصفاء كان عنصر مهم في المنتخبات الوطنية أيضا مع هذا الرجل. وفي المباريات الأخيرة للمنتخب في تصفيات كأس العالم الاثنين حضروا في فترة وأخرى، وسعد الذي كان موجود في بطولة كأس الخليج العربي الأخيرة في دولة الكويت. خطأ على أحمد نور، وضربة حرة مباشرة لصالح فريق القوة الجوية، وبالتحديد للقائد سعد عبد الأمير. هنا المحاولة، المشجع المتابع للكرة المحلية يقول بأن القوة الجوية لو غادر من هذا الدور فعلى الماشي. لقب ثاني لفريق الشرطة، الفريق الذي يعرف كيف يتقدم، كيف يصل، ولا يخسر في المباريات التي تقدمها. دائما الخسارات لا تؤثر على مسيرة الشرطة. بينما كرة عالية تلعب في منطقة الجزاء،
مرت على مرمى علي خالد، وعصام الصبحي يضيع كرة جميلة جدا من سعد، وصلت على رأس العماني لكن إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الثابتة من نفذها، من وضعها بهذه الطريقة على رأس عصام. محمد سامي يلعب كرة عالية، والصبحي يرتقي ورأسية تمر من أمام المرمى إلى خارج أرضية الملعب. ثاني تهديد على مرمى فريق القاسم، وهنا كرة إلى الحارث. عملية المرور، يعود ويحاول القائد في كرة تلعب إلى أحمد نور مرة أخرى من عمار الذي يلعب الكرة، والمحاولة التي تصل إلى مجتبى محسن عيال. كرة إلى عمار، خطف الكرة، راحوا في مرتدة الآن. يوسف يأخذ مخالفة، والدولي السيد واثق محمد قريب يعطي أول بطاقة صفراء في الدقيقة 18 على عمار داخل. انذار على عمار. عمار يتحصل على بطاقة صفراء في هذه اللحظات، وهنا الرقم 7 يحصل على أول بطاقات الملونة. لاحظوا هنا عملية التدخل على يوسف فوزي من جانب عمار، شد وعرقلة وكل الأمور التي تدعي حكم المباراة لإعطاء البطاقة الصفراء حاضرة. هنا المحاولة، ومصطفى سعدون يحاول يلعب كرة عالية لكن قرار فالح بالصدر، يأخذ كرة ممتازة. سعدون يحاول، وعلي يا علي يا علي يا علي يا رائع يا بارع يا علي، يتصدى للمرة الثانية ويصل إلى الكرة، ومصطفى سعدون وصل إلى الشباك لولا علي، وباللولا أجل الهدف للقوة الجوية ولم تسكن الكرة الشباك. لاحظ الكرة الجميلة وصلت وقطعت، مصطفى يسدد وعلي يتدخل، وفي اللحظات الأخيرة غيرت القرار، غيرت الرأي، والكرة التي هنا جعلت الجميع تخفق قلوبهم. وهنا كرة تلعب عالية رأسية مبعدة من حسين محسن. القوة الجوية بدأ يقترب من مرمى نادي القاسم. في كرة تعود إلى محمد سامي، يحاول فيها سامي، ينتظر زميل. عملية المرور، لاعب سريع ومهاري، وربما مخالفة لا، المساعد قريب والحكم أيضا يشاهد ولم يشير إلى شيء، وإبعاد كرة إلى خارج أرضية الملعب من الحارث حاتم للإطمئنان على محمد سامي. اطمئنان على حما إيتو. وهنا الكرة التي تصل عند اللاعب محمد الباقر عبد الرحمن، يلعب كرة إلى الحارث حاتم. عملية التمرير ولكن الكرة خاطئة من الحارث. الأفضل في الفريق يخطأ المرة الثانية، والكرة تصل إلى سعد، يحاول ينقل الكرة لكن قطع وتدخل في وقته من جانب مجتبى محسن عيال. مؤمل يتقدم، ومجتبى يأخذ كرة على الطرف. مؤمل قريب يحاول يلعب كرة بشكل ممتاز، ونارتي بولو في تغطية الغانم في وقتها، تصل مباشرة إلى رسلان حنون، وبعد ذلك تعود الكرة إلى يوسف فوزي الذي ينقل الكرة إلى مصطفى سعدون. مصطفى مباراة ممتازة حتى اللحظة، عملية مرور، عملية تألق. هنا أبدع مع الكهرباء مصطفى سعدون بإمرة وقيادة لؤي صلاح. في الموسم الماضي أتى إلى هنا، والآن تشاهد مصطفى بدأ يعود، يستعيد النفس، وفي انتظار أيضا استعادة الأداء والمستوى من جانب زيد تحسين. يوسف ممتاز في الكرات البعيدة لكن يؤجل. مصطفى سعدون يتقدم مع يوسف، يلعب كرة تصل إلى سعدون، وحسين محسن يتدخل على مرتين، يبعد الكرة، تعود إلى خارج أرضية الملعب، لا يستطيع اللحاق بها. الواضح أمامكم سيف رشيد، هذا سيف، والكرة إلى خارج أرضية الملعب مباشرة. تلعب بشكل سريع وتصل إلى محمد سامي، يتقدم محمد، لاعب سريع يبحث عن الصبحي وعلاء عباس. حركة عصام وعلاء بطيئة، أنا أشاهدها صراحة، حركة بطيئة. يعني المهاجم هو التمركز وتموقع. ومن يعيد لنا أيمن حسين؟ سؤال مطروح. ومن يعيد لنا الغائبون؟ وأي غائبون عنا؟ يعني لو صوت يصل إلى الدوحة، إلى الوكرة ليعيد لنا أيمن، صوت إلى الرياض ليعيد لنا إبراهيم، صوت آخر إلى أمستردام، إلى سيتي، إلى فريق ينشط فيه علي جاسم، إلى كومتري سيتي. هنا محاولة تلعب مرة أخرى، تصل إلى مجتبى، تلعب كرة عالية، ومحمد يغادر مرماه على مرتين. تصل المحاولة إلى أحضان حارس المرمى، إلى ألمير سيتي، الفريق الذي يلعب فيه علي جاسم. عسى وأن يعود،
ومتى يعود؟ السؤال مطروح. والكرة تلعب في الوسط، المحاولة إلى يوسف فوزي، تعود مرة أخرى إلى صفاء الذي يحاول في كرة إلى سعد يتقدم، سعد يبحث عن الأقرب، ومن الأقرب إلى سعد؟ صفاء وسعد، حوار ثنائي ما بين لاعبي الوسط. هنا محاولة على عباس الذي يتقدم، سعد يبحث عن زميل والأقرب هو يوسف فوزي، ثلاثي الوسط يتناقلون كرات. صفاء يتقدم ويلعب كرة باتجاه عصام الصبحي، ولكن الكرة تعود مرة أخرى لصالح نادي القوة الجوية إلى صقر العاصمة، إلى صقر البلاد، إلى النقيب، والكرة في الخلف. وأسود بابل، أسود الصورة تقفل المناطق، تقفل الرؤية على لاعبي القوة الجوية، ومن عصاه يمر ونحن موجودون. هكذا هي الرصانة والحصانة التي يتمتع بها دفاعات نادي القاسم، بينما الحارث يتقدم السريع المهاري، يذهب إلى الأمام، يمر الكرة إلى سيف رشيد، ثنائية وتفاهم، وحمود يغطي، والكرة تبعد من جانب حارس المرمى محمد رحيم، وتعود مرة أخرى تصل لصالح لاعبي القوة الجوية. عند عصام، يتقدم عصام، يلعب كرة لا تمر، كرات طويلة أنا أنصحكم اتركوها، كرات سهلة وقريبة وإمكانية اختراق في منطقة عمق الملعب، وهذا يحتاج إلى صانع ألعاب مميز، وهذا يحتاج إلى العشرة الذي غادر باتجاه غزلان البادية، هذا العشرة الذي فقدناه، من ينشط الجهة، من يعمل اختراق. ننتظر أحد ومحمد سامي يعولون عليه كثيرا في هكذا اختراقات. هنا المحاولة والكرة التي تلعب، تصل لصالح لاعبي القوى الجوية. فوزي في كرة تقطع وتعود لصالح لاعبي القاسم مرة أخرى من جانب لاعبي القوة الجوية، أخطاء بالجملة من الطرفين. مصطفى يلعب كرة إلى عصام، الصبحي يحاول يهيئ كرة إلى علاء، هي تريد علاء، والسعد يلعب كرة تصطد وتذهب إلى خارج أرضية الملعب، وحكم المباراة يطالبون بلمسة يد، والحكم ينتظر نداء من الVAR، الفيديو المساعد لحكم المباراة. هل يشاهد شيء حكم الفيديو ويخبر الدكتور واثق محمد بأن عليك العودة إلى الشاشة لتذهب وتشاهد ما جرى في اللقطة الأخيرة، لتشاهد ما لم تشاهد على أرض الواقع، فالشاشة جاهزة إن حصل شيء. الحكم لا زال يتحدث مع تقنية الفيديو، يطلق الصافرة، حكام الفار يعملون تشيك. وحسين محسن، هي باليد ولا بالصدر يا أبو علي؟ كيف كانت الكرة الأخيرة؟ ننتظر أن نشاهد القرار وتقنية الفار، وحكام الفار يعملون تشيك للقطة ينتظرون فيها إمكانية وجود ركلة جزاء لصالح القوة الجوية، أم حكم المباراة يعطي استمرار في عملية اللعب ويذهب صوب قرار جديد يقول بأننا نبقى على الركنية. واثق شكله واتجاهه يقترب اتجاه شاشة الفار، ملامح الحديث التي بين حكم المباراة. لاحظوا هنا تدخل، يعملون تدخل على حالة هل فيها مخالفة وإنذار، هل هنالك شيء لم يشاهدوه الآن حكام الفار في اللقطة الجانبية، تشاهدهم يعملون التأكد على الحالة. عبد الوهاب أبو الهيل مع لؤي صلاح، هنالك حديث يجمعهم بسعد عبد الأمير، والحكيم ينتظر رحمة الفار، عسى وأن تكون في صالحه، وإلا الفار يستدعي حكم المباراة. يا واثق يا محمد، يا دكتور تعال إلينا، يا دكتور هنالك تدخل، يا دكتور هنالك لمسة يد، والعلاج عند الطبيب، والعلاج عند دكتور التربية الرياضية. لاحظ هنا الكرة التي سددت وإمكانية وجود ركلة جزاء. دعني أشاهد الحالة، مشي مشي مشي، يا محسن وقع في المحظور، ولقطة سريعة جدا، اليد التي اصطدمت بها الكرة. لاحظ سيشير إلى ركلة جزاء، سيشير إلى ركلة جزاء على اللقطة الجانبية التي أتته. لاحظ سعد سدد،
وهنا اليد التي تدخلت وأبعدت وغيرت مسار الكرة في لقطة صريحة وسريعة. والدكتور واثق محمد يعود من شاشة الفار ليذهب إلى نقطة الجزاء ويشير إلى وجود ركلة جزاء لصالح نادي القوة الجوية. إذا حكم المباراة الدكتور واثق محمد الآن يشير إلى ركلة جزاء، والصقر مع ثلاثية كأس الاتحاد الآسيوي مع النجوم المتلألئة في سماء القارة الأكبر في العالم الآن ترفع الأعلام ويعلنون عن أفراح عارمة من خلال الإشارة إلى ركلة جزاء وبوابة الانتقال إلى ربع النهائي من خلال هذه الكرة القادمة التي من سينفذها بالتحية والتصفيق دون الابتسامة؟ المدرب السيد لؤي صلاح هنا يشير إلى ركلة جزاء بإمكانيات مدرب مع عزيمة لاعبين. هنا حسين محسن يتحدث مع حكم المباراة. إذن سعد عبد الأمير الذي قادهم لآخر انتصار على الحدود، هل ينجح في وضع الكرة في مرمى جوي سابق؟ علي وسعد وأمام معاناة كبيرة وصرخة محمد جواد في المباراة الماضية للقوة الجوية، هل يكملها سعد؟ هل نسمع الصوت يرتفع في مدرجات استاد الشعب لجماهير القوة الجوية؟ سعد عبد الأمير يتنفذ ويتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء. سعد المنفذ، سعد القائد، سعد وعلي، علي وسعد. الله بثوب طائر العقاب يعود الصقر مرة أخرى ليعود إلى فراسته، ليعود إلى شراسته، وسعد يقود القوة الجوية لأول الأهداف، والجميع يقول فليحيا سعد، فليحيا سعد. وفرحة لسعداء القوة الجوية في هذه اللحظات. هدفنا أول للصقور من ركلة جزاء وضعها على يمين حارس المرمى الذي ذهب إلى اليسار، وبالخبرة سعد يسجل الهدف الأول، وبالخبرة سعد يقودهم للخروج من الضغط. وهنالك عدم رضا من حارس المرمى على ما جرى. لاحظ هنا ردة الفعل والأفراح في المدرجات، وكرة تلعب إلى الأمام وصلت إلى حارس المرمى الحارس علي خالد. هل هنالك رد من جانب لاعب نادي القاسم؟ هل هنالك عودة للتعادل؟ هل هنالك مبادرة وتقدم إلى الأمام؟ الكرة تلعب عند حارس المرمى الحارس محمد رحيم في وسط الملعب، وتدخل وبطاقة صفراء على نار تيبولو في كرة الآن أو على رسلان حنون. هذا رسلان يتحصل على بطاقة صفراء. بالسلامة 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 لمحمد خالد كوفي، بالسلامة لمحمد خالد كوفي. لاحظ هنا رسلان قد يذهب إلى تقنية الفار وقد يأتي بقرار جديد آخر من خلال شاشة الفيديو. تدخل في خطورة كبيرة جدا على منطقة يحرم الدخول فيها، ومن الممكن أن نشاهد الصفراء حمراء إن استدعوا حكم المباراة بأن يأتي ليشاهد الحالة. الآن الفار يقول هيا يا واثق لتشاهد حالة جديدة لرؤية جديدة، والدكتور واثق محمد يعود إلى حيث ما كان قبل قليل، إلى لقطة من شاشة الفار، ورسلان حنون قد يغادر بالحمراء. لاحظ شاءت الكرة ودخل على قدم محمد خالد كوفي. عدم مراعاة سلامة المنافس في لقطة قد تجبر حكم المباراة على إعطاء ورقة حمراء. ننتظر قرار الدكتور واثق محمد الذي يتأكد بنفسه. والآن التدخل أمام حكم المباراة يعيدوه في أكثر من زاوية. لاحظ هنا إعادة اللقطة وتدخل مع تشتيت الكرة، تشتيت، شوف تشتيت القدم اليسرى والتدخل الذي كان على كاحل القدم لمحمد خالد كوفي، والسلامات لمحمد خالد على تدخل بقوة أنا أعتقد غير مقصود من رسلان حنون. هو شاط الكرة وبعد أن سدد راحت القدم على قدم اللاعب، قدم اليسرى لرسلان على قدم محمد خالد اليمنى، وما جرى أمام حكم المباراة لاحظ يتأكد تدخل قوي للأمانة. لاحظ وهذا فيه خطورة كبيرة، ربما يتعرض نفسا للقدم أو
وهنا الحكم يعود من شاشة الفار. أيها السادة أيها الأحبة، بعد الرؤية من الفار الصفراء لا والحمراء نعم، ورسلان حنون خارج أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء. القوة الجوية يتقدم بالنتيجة وينقص بالعدد و10 مقابل 11، ورسلان حنون الآن يغادر. رسلان يغادر، لاعب مهم في فريق القوة الجوية الآن. ولا يا رسلان، خلك هادي يا رسلان، خلك هادي يا رسلان. بطاقة الحمراء، وهنا فرحة لم تكتمل وقد يؤثر كثيرا. محمد الباقر عبد الرحمن أراد تحية رسلان، ورسلان كان غاضب في اللقطة، يعني لم يكن أبدا قاصد أن يطرد رسلان، هو تدخل على كرة لم يتدخل أصلا، عمل تسديد للكرة. وبالتالي هنا سعد يتحدث مع الدكتور واثق محمد وبطاقة صفراء على سعد عبد الأمين. يا سعد أنت قائد وأنت كابتن فريق وأنت لاعب خبرة والحكم قريب منك، وقبل قليل طرد لاعب، يعني لا داعي للكلام الجانبي مع حكم المباراة. حقيقة من يقود المباراة شخصية كبيرة جدا في التحكيم، من الحكام المميزين الدولي الدكتور واثق محمد، في مواسم ناجحة لواثق في البطولة المحلية. والآن زيد تحسين، الورقة التي سيقحمها المدرب السيد لؤي صلاح. مباراة متوقفة والقوى الجوية يواصل السير نحو الدور الثمانية في الشوط الأول، ينضم إلى باقي الفرق المتأهلة، يعني يريد أن يكمل، ينضم إلى الميناء والنجف. وهنا البطاقة الصفراء التي كانت على سعد عبد الأمير في هذه اللقطات. سعد الذي لم يكن راضي على الطرد. لا يا سعد، الحالة كانت واضحة والحكم كان قد شاهد الحالة من أكثر من زاوية في الفار، لذلك أنت قائد، أنت الذي تحمل الفريق الآن، وأنت الذي تقدم مستويات مميزة رغم التقدم في السن. عليك يا سعد أن تواصل الصمود، لأن مواصلة الصمود من شيم القادة الكبار، وأنت منهم في تجارب كبيرة مع المنتخبات الوطنية. لسعد كان موجود في الريو، كان موجود مع فرق الدوري السعودي، من القادسية حتى الأهلي حتى الشباب، وسعد ليس بسعد السهل. وهنا الكرة التي تلعب من خلال الكرة الثابتة من مجتبى، يلعب الكرة عالية وإبعاد في وقتها من سعد عبد الأمير. سعد يأخذ دور المدافع في هذه اللحظات ويبعد كرة إلى خارج أرضية الملعب في لقطة ولحظة يتقدم لاعبي القاسم إلى الأمام لاستغلال النقص العددي. وسعد الفدائي في اللقطة الماضية، هم كان عندهم سعد فدائي، كان عندهم سعد ناطق. والتغيير الآن زيد تحسين، فيما المدرب السيد لؤي صلاح سيستغني عن أحد أوراقه الهجومية. مجتبى محسن عيال يلعب الكرة عالية في منطقة الجزاء، وللمرة الثانية يصل سعد عبد الأمير ليبعد، وتدخل ومخالفة يشير إليها حكم المباراة. مخالفة في هذه اللحظات لصالح محمد سامي وبطاقة صفراء. بدأت الكرتات تظهر في المباراة، بدأت البطاقات تظهر في المباراة، وحمراء على صفراء وكل هذا موجود. وتشاهد تدخل على محمد سامي والراية من أكرم علي الذي كان قريب، والتدخل رؤية ممتازة من مساعد الحكم الدولي السيد أكرم علي الذي أشار أيضا إلى حكم المباراة بأن يعطي ورقة صفراء إلى مجتبى محسن. حقيقة الكل كان ينتظر مباراة مميزة من الناحية التكتيكية ما بين طموح القوة الجوية والفريق المتألق في بطولة الكأس، يعني هو في الموسم الماضي وصيف، في الموسم الماضي الموسم قبل الماضي بطل، وما بعد ذلك غادر من الدور ربع النهائي. الآن تغيير يأتي في هذه اللحظات في السيد أيمن الحكيم، يعمل تغيير، وعصام الصبحي يغادر. أول تضحيات السيد لؤي صلاح، العماني عصام الصبحي يبقي على علاء عباس، وعصام الصبحي يشترك، فيما حيدر عبد الرحيم أيضا يشترك بديلا لمحمد خالد كوفي. زيد تحسين بدلا من عصام الصبحي. والآن كرة في الدفاعات عند زيد، يلعب الكرة زيد إلى الأمام، واصلة باتجاه محمد سامي، سيضع أنظاره على المهاجم على عباس. هنا سيف يحاول في كرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب، المحاولة التي تصل إلى رمية جانبية. مرة أخرى عملية مرور بشكل ممتاز،
محاولات محمد باقر، لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لصالح لاعبي القوة الجوية تعود في الخلف. صفاء، هل يؤثر النقص العددي على لاعبي القوة الجوية؟ بينما كرة تبعد من حمود تعود في الخلف للاعبي نادي القاسم. مؤمل يلعب كرة في الخلف إلى كرار. فالح، الاعتماد على الكرات الطويلة، ونارتي يرتقي يحاول الكرة تعود مرة أخرى. حيدر عبد الرحيم في محاولات في وسط الملعب، تلعب الآن لصالح لاعبي فريق القوة الجوية. إبعاد من زيد تحسين. زيد يحاول يلعب كرة ومخالفة لصالح لاعبي نادي القاسم. الإشارة تأتي من حكم المباراة. إشارة تأتي من حكم المباراة بمخالفة على محمد سامي بعد التدخل على محمد الباقر عبد الرحمن. هنا التدخل الأخير والحكم أشار لمخالفة، ومخالفة جديدة، مخالفة جديدة لصالح لاعبي نادي القاسم الذي يبدأون بشكل أفضل بعد الهدف وبعد الطرد على أرسلان حنون. بدأ الفريق يتغير وضعه في أرضية الملعب. هذا الحارس المشاكس جدا الذي يشغل الجهة اليسرى لنادي القاسم وكابتن الفريق رقم 8 الآن يتقدم إلى الأمام، وكرة عند عيال. مجتبى محسن يلعب الكرة عالية، تلعب في منطقة الجزاء. إبعاد من سعد للمرة الثانية. الكرات الهوائية وقراءة ممتازة من جانب سعد عبد الأمير. سيف رشيد يعود إلى الخلف قليلا، وهذه كرة تصل لصالح لاعبي نادي القاسم. تلعب عالية رأسية، تأخذ بالكرة على الطرف إلى الحارث الذي يبحث عن الكرات في هذه المناطق، بينما كرة عرضية جديدة والتدخل يأتي وإبعاد من جانب اللاعب حمود مشعان. تعود إلى محمد سامي. محمد المهاري يضغط عليه الحارث، وكرة إلى مصطفى سعدون. إلى مصطفى سعدون مع دعوات تأتي الآن بأن يأتي منتخبنا لقدام اللاعبين بكأس الخليج العربي الأولى لقدام اللاعبين في الكويت على موعد مع ركلة مهمة جدا في ركلات الترجيح. عسى وأن يضعوها في المرمى. عمانيين ينتظرون ونحن ننتظر. وهنا كرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا البديل زيد تحسين. زيد. وأيها الأحبة أيها السادة، مبروك لقدام لاعبينا لمنتخبنا الوطني لقدام اللاعبين. وبقفازات نور صبري يأتي منتخبنا بلقب بطولة كأس الخليج العربي لقدام اللاعبين بالنسخة الأولى من دولة الكويت. مبارك للاعبينا، مبارك لحكيمنا حكيم شاكر، مبارك لهذه الأسماء. نعود إلى بطولة الكأس، وهذه كرة في المنطقة التي يقف فيها حارس مرمى نادي القوى الجوية، لكن مخالفة لمحمد الباقر عبد الرحمن. ولاحظ التدخل الذي كان. هدي يا محمد سامي، هدي يا محمد سامي. لا ينتظرون ببطاقة ملونة جديدة. حديث من الدكتور واثق محمد أيضا مع اللاعبين. وهذا حسين محسن يلعب كرة لصالح محمد الباقر. الكرة واضح فيها تدخل على حمود مشعان، والمخالفة ضربة حرة مباشرة الآن. سيف رشيد حصل على كرة واحدة سيعيدهم إلى نقطة التعادل. لاعب مميز. بدايات سيف رشيد من القوة الجوية. لاحظ التدخل. وهنا الإعادة للقطة. تدخل في وسط الملعب، والكرة واصلة على الطرف إلى مصطفى سعدون. مصطفى مع فوزي يحاول يلعب الكرة، لكن قراءة رائعة من محمد الباقر عبد الرحمن، قراءة رائعة. والكرة التي تعود الآن إلى عمار في وسط الملعب عند حسين محسن ورفاق الحكيم، إلى الآن متأخرين بهدف. محاولات نادي القاسم مستمرة من أجل الحصول على هدف التعادل، والفريق إذا تقدم أكثر فأكثر إلى الأمام في الشوط الثاني سيتمكن من معادلة النتيجة. هذه كرة مجتبى محسن يلعبها إلى أحمد نور، قد يسدد من بعيد، يسدد وتعود وترد من الدفاعات الجوية. في كرة تلعب على عباس، القراءة الرائعة، يبحث عن من؟ عن محمد سامي. محمد وقع في الأوفسايد. يحاول على الكرة، يلعبها بشكل
لافت اتجاه محمد سامي، لكن القراءة في وقتها من أحمد نور. محاولة تلعب بطرد رسلان. هل يستفيد نادي القاسم من هذا النقص العددي أن يعود إلى المباراة؟ مجتبى بكرة خاطئة تعود مرة أخرى إلى صفاء مع علاء عباس، والكرة في الوسط. يوسف يحاول فوزي إلى عمار، ومخالفة لصالح يوسف فوزي. سريعة للاعبين نادي القاسم. صفاء بشكل ممتاز يأخذ الكرة إلى محمد سامي، لكن انقطعتها من جانب مؤمل راشد. حيدر عبد الرحيم يتقدم، حيدر يأخذ الكرة إلى الأمام. حيدر يحاول ينتظر تغطية من نارتي بولو. مؤمل قريب يلعب الكرة مع مؤمل، يحاول إلى عيال. مجتبى بكرة، العيال يبحث عن الهدف، عن تمريرة إلى الحارث. الحارث الذي يلعب الكرة بالمباشر تعود إلى مجتبى محسن. بولو نارتي يعيدها للحارث. الآن يتقدمون، الآن يتواجدون. الحارث بالمهارة بالسرعة يريد المرور، يمرر الكرة، والقراءة ممتازة من جانب صفاء. هذه فيما كرة تعود وسعد عبد الأمير مع مجتبى. الحوار المستمر، الكرة التي تلعب الآن، الفرصة التي يتقدم فيها سعد يعود إلى الخلف. سعد آخر مرة تأهل فيها القاسم إلى دور 16 خرج بكرة خلفية جميلة جدا في ملعب الكفل في موسم 2021 عندما كان لاعبا للزوراء، والآن يسجل الهدف في مرمى نادي القاسم وهو لاعبا للقوة الجوية. تعود الكرة إلى الأمام، يلعبون الكرة وتصطد إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركنية في هذه اللحظات لصالح لاعبي القوة الجوية. هنا الكرة ما بين سعد ومجتبى، ومرور رائع من جانب سعد عبد الأمير. لاحظ المرور الجميل من سعد وروح الشباب. سعد يتفوق على الشاب مجتبى محسن. ركنية الآن، موعد التعادل ربما قد حان. يلعبون كرة وإلى أحضان محمد رحيم، بأمان إلى أحضان محمد رحيم. وهنا الكرة الأخيرة وصلت إلى أحضان حارس المرمى، والكرة في الخلف. صفاء مع زيد. زيد يحاول أن يحافظ على الكرة. صفاء عملية التمرير، جملة من التمريرات في دفاعات القوة الجوية. وكرة تلعب تعود مرة أخرى في الخلف عند مؤمل الذي يمرر إلى حسين محسن لاعبي نادي القاسم. وعملية التقدم الآن تأتي في هذه اللحظات، والكرة التي تلعب عند مؤمل يتقدم، يلعب كرة باتجاه أحمد نور. أحمد في كرات متبادلة لكرار فالح. كرار في الوسط عند عمار، يلعب الكرة بالاتجاه المعاكس. عمار إلى جهة اليسار عند محمد الباقر عبد الرحمن، وكرة إلى سيف، وسيف يضغط عليه زيد تحسين، والكرة تصل بالمباشر لصالح لاعبي القوة الجوية. صفاء مع يوسف فوزي. يوسف، سعد يطلب كرة، وصفاء يحرم سعد من الكرة، وسعد يريد الكرة، بينما محاولة إلى محمد سامي. تدخل وكرة تعود مرة أخرى من زيد إلى محمد رحيم. محمد بالكنترول يأخذ الكرة حارس المرمى ويأخذ وقته، يلعب الكرة مع زيد. زيد الذي يحاول ويلعب الكرة عالية. علاء عباس في انتظار تحرك، وحسين محسن، بينما محمد سامي السريع أخذ الكرة. محمد سامي تعثر، محمد سامي وبطاقة صفراء على كرار فالح نتيجة الإحثار. فرصة محققة، وواثق أشار بوجود المخالفة مع الإنذار. لاحظ التدخل، واضح الإعثار على محمد سامي. لاحظ بطاقة صفراء مستحقة وتدخل موجود، وحكم المباراة تمشي الأمور على أحسن ما يكون. إذن الآن مخالفة 6 دقائق يعطيها حكم المباراة، وبطاقة صفراء من نصيب كرار فالح. أيمن الحكيم يناظر هل يعبر لأول مرة في تاريخ هذا النادي إلى دور ربع النهائي أمام فريق خبير جدا في بطولة الكأس. واثق يتحدث مع لاعبين، والضربة الحرة المباشرة لزيد تحسين.
زيد هي بالمباشر على مرمى علي خالد. الآن انتظار لكرة ثابتة لصالح لاعبي القوة الجوية. زيد والكرات الثابتة يلعبها مباشرة، وعلي يتصدى بشكل ممتاز. تصدي رائع من جانب الحارس علي خالد، وهذه كرة تلعب إلى الأمام. الحارث يلعب كرة وتعود إلى حسين محسن. حسين يتقدم إلى الأمام ويلعبها إلى عمار، وعمار يحاول كرة على الطرف إلى حيدر عبد الرحيم. حيدر وجماهير القوة الجوية تقرع طبول وتحتفل بالهدف الذي يسجل حتى اللحظة. يوسف يحاول، تعود الكرة في الخلف. مؤمل يمرر والكرة عند حسين محسن. عودة كل لاعبي القوة الجوية إلى مناطقهم للحفاظ على هذا الهدف في هذا الشوط. والكرة التي تلعب يعني خروج عصام الصبحي. المدرب سيد لؤي صلاح قرر أن يعود إلى الحالة الدفاعية. في الشوط الثاني سينشط، سيخرج علاء عباس ويدخل محمد جواد لتنشيط الهجوم. وأخذ نفس وكرة تلعب. مصطفى سعدون يتدخل وصفاء يبعد. تعود مرة أخرى إلى عمار داخل، يمرر إلى الحارث حاتم. الحارث يلعب كرة ومؤمل يأخذ كرة. نارتي يضغط، يعودون إلى الخلف. علاء عباس وكرار، مرور ممتاز من كرار بكرة طويلة ترسل إلى الأمام. تدخل مشعان وإبعاد حمود، يأتي إلى نارتي بولو. تعود الكرة وسعد يحاول مع صفا إلى علاء ويوسف فوزي بكرة تلعب باتجاه محمد سامي، لكن مؤمل راشد يأخذ الكرة. تعود عكس الاتجاه إلى حيدر عبد الرحيم. حيدر يحاول يمرر الكرة إلى مجتبى محسن. مجتبى يأخذ الكرة إلى الجانب وينظر إلى سيف رشيد، لكن ما من سبيل في ظل التموقع الممتاز من جانب لاعبي القوة الجوية. أحمد نور يحاولون تغيير اتجاه اللعب الآن إلى عمار. عمار مع الحارث حاتم يلعبون كرة باتجاه مجتبى الذي ينتظر دور كبير من أدوار الهجومية. سعد الآن يقطع الكرة وتلعب. حيدر يضغط على سعد. سعد يحاول الحصول على مخالفة، يهدي سعد، يمرر بشكل خاطئ، لكن مصطفى سعدون يتدارك الموقف وتعود الكرة إلى زيد. تحسين زيد يحاول. محمد سامي إلى الأمام إلى علاء عباس. الأباتشي قد يعود قد يعود قد يعود علاء، وعلاء يتأخر ويتباطأ ويلعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب. يطالب بركنية علاء عباس وكرار فالح. هنا كانت المراقبة من كرار على علاء عباس. تعود كرة سريعة ممتازة النقلة باتجاه سيف وحمود مشعان يعمل تغطية، وسيف يحاول يراقب الكرة الأخيرة إلى صفا. مرة أخرى تعود محاولة إلى محمد سامي. حما يلعبها إلى يوسف، يتأخر وسعد يلعب الكرة على الطرف إلى بولو. نارتي القريب. محمد سامي سريع مهاري، يحاول محمد قد يدخل، يمر بشكل ممتاز. محمد يعمل جهد كبير، يمرر كرة إلى علاء عباس، لكن التدخل كان هذا. ورمية جانبية في هذه اللحظة. رمية جانبية تلعب الكرة باتجاه علاء، وعلاء يتقدم، ولكن هنا تأخر ووزن زايد. علاء حركته بطيئة. علاء الذي كان يسجل من أنصاف الفرص والكرات الهوائية كان يحترف فيها علاء عباس. الآن كرة تلعب على الطرف إلى يوسف. صفاء يمر بشكل ممتاز، يتقدم، يلعب الكرة إلى مصطفى سعدون على موعد مع هدف ثاني قبل الختام، والكرة إلى أحضان علي خالد. قراءة ممتازة واختراق أكثر من رائع من مصطفى سعدون، لكن علي خالد مباراة كبيرة لعلي خالد. يعني علي الذي لم يحاول على مرماه كثيرا، لكن هو حاضر في كل كرة تصل إليه باستثناء ركلة الجزاء، وهذه أمور ليس في كل وقت يتمكن حارس المرمى من رد الركلات
التي داخل منطقة الجزاء. هنا كرة تلعب بشكل ممتاز، تصل الآن حيدر عبد الرحيم، حيدر يتقدم، ربما موعد الهدف قد حان لكن كرة تمر. وأيها الأحبة أيها المتابعون، الحكم الدولي الدكتور واثق محمد يطلق الصافرة يعلن عن نهاية شوط المباراة الأول بتقدم القوة الجوية بهدف مقابل لا شيء على نادي القاسم من ركلة جزاء سجلها سعد عبد الأمير. وهنا مخرج المباراة مع رؤية زيد يعيد لنا الركلة الثابتة التي سددها بشكل ممتاز وتصدى لها علي خالد. مع هذه اللقطات الجميلة أترككم مع استراحة قصيرة ونعود إليكم إن شاء الله قبل لحظات من إطلاق صافرة بداية شوط المباراة الثانية.